تعالوا أمّا نعِد مع بعض كده عملنا كام مفرش بإيدينا وصنع إيدينا كده، بس قبل يالّا أمّا نعِد المفارش ونقول عملنا كام مفرش وجِبنا قد إيه بالضبط قماش، ما تنسيش كده وما تبخليش عليَّ بلايك حلو كده زيِّك، وكمان comment كده تصلّي فيه على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عملنا مفارش للتسريحة وكمان لترابيزة الأنتريه وكمان للكومودينات للطقطقات الصغننة، أي حاجة كده عندِك عايزة تعملي لها مفرش، جري كده على محل القماش واشتري متر قماش من الفرو الجميل الفخم اللي أنتِ شايفاه ده، أي لون تحبيه، وكمان اعملي زي ما أنتِ عايزة جميع المفارش وجميع الأشكال، أي حاجة تحبيها صُنع إيديكِ كده وهتعمليها. أول حاجة كده سمّيت الله وجِبت طبعًا المفرش ده لأختي مش ليّا تمام، اللي متابعينّي على القناة طبعًا ومعايا من الأول عارفين إن أنا جِبت لنَفْسي متر اللون السُكّري، وعملت لنَفْسي 5 مفارش بدل مفرش واحد، طبعًا كنت شارية المتر ب200 جنيه، المتر عمل لي 5 مفارش بالضبط، عملت 5 مفارش إزاي، عملت للأنتريه وعملت كمان اللهم صل على سيدنا محمد للتسريحة وللكومودينو، وكمان عندي عسكري كده عملت ليه مفرش حلو، وكمان بالنظام والقصة اللي انتوا شايفينها دي، فعجبت اختي جدا وقالت لي انا عايزة نفس الستايل ده ونفس الرسمة دي. الصراحة بقى جِبت كده طبق، وجِبت مقص، وجِبت قلم، وهُم دول الحاجات ال3 اللي إحنا هنصنع بيهم المفارش بتاعتنا، المفارش دي بتتباع كده في السوق أو في المحلات، المفرش غالي جدًا، سألت على المفرش ب150 جنيه، طيب 150 جنيه مفرش ترابيزة أنتريه، طب ما أنا أجيب بقى المتر بال200 جنيه وأعمل طبعًا كل المفارش اللي أنا عايزاها، أول حاجة كده أنا قصيت لها، عملت لها مفرش تسريحة كمان مفرش التسريحة عملت له كده شكل من على الطرف وكمان الحتة اللي جوه دي سبتها سادة كده من غير ما اقص فيها اي حاجة وهنقص معاكم كمان كده مفرش مربع هعمله لها برضو كده بتركة حلوة عشان كده تحطه كمثلث كده على ترابيزة الأنتريه عندها أو عندها كده رخامة حلوة عايزة تحط عليها كده المفرش ده كمربع كشكل مستطيل كده فهنعمله بأبسط حاجة زي ما انتم شايفين طبق ومعلقة معلقة شكلي جعانة والّا إيه، طبق اللهم صل على سيدنا محمد والقلم والمقص في إيدِك وقصي بقى كده هيمشي معاكِ زي الحلاوة، جميلة جدًا. الشكل النهائي هيبقى حلو، بس طبعًا الحاجة المهمة بقى اللي أنا خدت بالي منها جدًا الفيديو ده، غير الفيديو بتاعي اللي فات لمّا عملت المفارش عندي، كنت أول مرّة أعمل مفارش عندي عملتها في الشقة في الأنتريه، عايزة أقول لكم اتبهدلت جدًا من الريش الصغنن الفرو الصغير اللي أنتم شايفينه ده، طلعت على السطح بقى والهوا كان جميل جدًا، وبقى ياخد طبعًا الفرو الصغنن الناعم ده اللي بتقصّه بقى يطير كده في جنب ولمّيته في الآخر، وما بهدلتش الدنيا ولا حاجة. فلو هتقصّي بقى اطلعي في حتة كده في هدوء تام، وكمان بعيد عن العيال، وكمان بعيد عن الشقة بتاعتِك، عن سجادِك، عن هدومِك، يبقى بعيد عن أي حاجة تمام، لإن الفرو أو الريش الناعم ده وأنتِ بتقصّيه بيطير وبيبهدل الدنيا، طبعًا أنا طلعت على السطح وخدت كده رُكن في جنب كده لوحدي في الضلة، وقعدت بقى كده أقص مع نفسي وأعمل لها المفارش، طيب عملت لها كام مفرش؟ عملت لها 4 مفارش لإن المفارش بتاعتها كبيرة مش صغيرة، أنا عندي عملت 5 ليّا لإن طبعًا أنا عملت مفارش صغيرة ليّا، عندها لأ العكس عملت لها مفارش كبيرة، هي كانت عايزة مفرش حلو مستطيل يعني مربع حلو، وكمان كانت عايزة مفرشين، واحد للأنتريه وواحد لترابيزة الأنتريه يعني، وكمان واحد آآ لل اللهم صل على سيدنا محمد، للتسريحة تمام، فعملت لها كده 4 مفارش كبار وكويسين، وكمان فاض حتة كده عملت لها بيها حاجة للكومودينو صغننة كده طقطقة صغيرة كده تتحط على أي حاجة صغيرة. الفكرة بقى جات لي إن شاء الله بعد كده الواحد بقى يجيب كده نُص متر أو ربع متر، ممكن تعملي بيه كده خُدَديات صغنّنة على الأنتريه بتاعِك أيًا كان لونه، أيًا كان شكله، خُدَديات كده صغنّنة ممكن أنتِ تصنعيها بإيدِك وتعمليها بالفرو الجميل ده، يدّيكِ منظر حلو وخرافة بصراحة. بُصّي ممكن تجددي وتغيّري بحاجات بسيطة جدًا وعلى قد إيديكِ. المفرش شكله حلو وجميع الألوان موجودة، البني اللون اللي أنتم شايفينه الجميل اللي قدّامكم ده، اللي هو الكشمير الفاتح، وكمان أنا عندي السُكّري اللي أنا عاملاه لنَفْسي، إنّما المفرش ده طبعًا هو عجبها عندي
فقالت لي اعملي لي زي ما عملتِ لنفسِك، فطبعًا لازم أكبر بخاطرها كده، ما ليش غيرها، ربنا يبارك لي فيها أختي الكبيرة طبعًا. آمم لأ مش ما ليش غيرها، هي أختي الكبيرة صاحبتي وأختي، بس ليّا أخوات تانية غيرها، فطبعًا ما أقدرش أزعّلها، وجِبت لها وعملت لها على طول زي ما عملت لنفسي بالضبط. يالّا كده لو وصلتِ معايا بقى لحد هنا، ما تنسيش تحط لايك الجميل اللي بيشجعني، وما تبخليش عليَّ باللايك عشان كده عشان تشجعيني أنزّل لكم فيديوهات تانية، وكمان أقدر أكمّل معاكم على القناة، وبلاش الإحباط اللي أنا فيه ده أحسن أنا حاسة كده إن أنا باحط لايك لنفسي أصلًا على الفيديو، حاسة إن أنا بادخل أعلّق لنفسي على الفيديوهات، مش عارفة يعني ليه؟ بس عايزة كده تشجيع منكم أكتر من كده، إن شاء الله تستفادوا من من القناة، وفي حاجات كتير بإذن الله حماسية تتحمسوا بيها وتستفادوا منها، وتطلعي من الفيديو بإذن الله وأنتِ مستفادة ولو بمعلومة بسيطة جدًا. خططت كده ورسمت وقصيت، شايفين التخطيط عامل إزاي؟ بالقلم كده وابدئي ارسمي الرسمة اللي أنتِ شايفاها دي، وكمان لو عايزة التفصيل الممل طبعًا في الفيديو اللي أنا عاملاه ليّا أنا، كنت عاملة المفارش ليّا فبقيت معاكم بالقلم والمسطرة بُصّوا الطريقة مضبوطة جدًا، يعني أنتم لو مش ملاحظين أوي هنا الشكل عامل إزاي أو باقص إزاي أو باشتغل إزاي، هتلاقوا في الفيديو اللي قبل ده تفصيلة بُصّوا ما سِبتش تفصيلة غير ما قُلتها تمام، فارجعوا الفيديوهات الأولانية كده وأنتم إن شاء الله تستفادوا منها وتحبوا كل تفصيلة فيها، وإن شاء الله تطلعوا مستفيدين وتعملوا وتطبّقوا كمان اللي أنا باعمله ويطلع معاكم بإذن الله حلو جدًا. خلاص كده أنا خطّطت المفرش، ما عملتش غير المفرش ده معاكم، لإن أنا عملت لها كده المفارش التانية وقصّيتها لها، ده كده كان آخر مفرش، خطّطته معاكم كده، حطيت الطبق طبعًا حرف الطبق لبرّه، وبقيت أرسم زي ما أنتم شايفين بالطريقة دي، طريقة واضحة وسهلة جدًا، ممكن بكوباية لو عايزة تصغّري الرسمة شوية، يعني حسب ما أنتِ عايزة، لو مفرش صغير عن ده، ممكن تعملي كده بكوباية، بيبقى الفتحة بتاعة الكوباية بتبقى صغيرة فتدّيكِ رسمة تانية غير الرسمة دي، تمام، ممكن بأي رسمة ممكن أنتِ ترسمي كده ورق شجر أنتِ كده على ال اللهم صل على سيدنا محمد، ممكن ترسمي ورق شجر أنتِ كده على المفرش وتبدئي تقصي وتمشي عليه، بس أهم حاجة ترسمي قبل ما تقصي، عشان إيديكِ كده ما تروحش في حتة غلط والمفرش يبوظ معاكِ ويدّيكِ شكل كده مش لطيف، تمام، فهو أنا بعد ما باقصه بالطريقة دي، بابدأ أسرّح الريش بتاعه كده أو الفرو بتاعه على الجنب اللي أنا قاصة منه، وباشيل الزيادات بتاعته عشان كده يدّيني الشكل النهائي المقبول الشكل اللي هو زي الجاهز بالضبط، ما بتعوزيش تسرفليه، ما بتعوزيش تعملي فيه أي حاجة نهائي غير إن أنتِ بتنفضيه بس كده نفضتين بعد ما بتخلّصي، بينزل منه أي ريش أو أي فرو زيادة بينزل ده كله من المفرش، وبس كده بتبدئي إن أنتِ تفرشيه، وعايزة أقول لكم استعماله جميل جدًا، جدًا، أنا استعملته ولمّا شكّرت فيه وكمان أختي شافت شكله عندي بجد حبّت الشكل وحبّت النظام، فهي جابته بصراحة وأنا جبته لها وعملته لها من استعماله، بجد استعماله حلو جدًا شكلًا و ويعني بُصّوا ما فيش بعد كده والله العظيم جميل جدًا. غيّري بقى شقتِك وغيّري النظام وغيّري المفارش عندِك ادّي طاقة إيجابية كده بحاجة بسيطة زي دي، بس بجد هتدّيكِ كده فخامة على التسريحة، فخامة على ترابيزة الأنتريه، حاجة كده بجد يعني غيّرت النفسية تمامًا وغيّرت الشكل كمان. بدأت إن أنا أمشي على حبر القلم اللي أنا راسماه بالضبط بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي. ممكن يكون الفيديو معاكم مش واضح أوي، بس أنا كمان حاولت إن أنا أبطّئه بس عشان أنا كنت على السطح، والهوا كان شديد بصراحة، كان الجو اليوم ده كان هوا جدًا، أصلًا الجو مش مضبوط اليومين دول مش عارفين يوم حَر ويوم برد ومش راسي على بَر خالص، اليوم ده كان هوا، بس برضه كان مساعدني الهوا ده لإنه كان بيطيّر كده الريش الزيادة تمام، فخلاص كده قرّبت إن أنا أخلّص المفرش بتاعي وعملت لها 4 مفارش جُمال جدًا، واللون كمان كان من اختيارها، يعني اللون ده قالت لي هاتي لي بُني أو كشمير، فبصراحة البُني ما كانش متوفّر في المحل اللي أنا جِبت منه، فجِبت لها بقى اللون الكشمير وفرحت بيه جدًا.
وكمان هي استعملتهم طبعًا وقالت لي إن هُم جُمال جدًا، جدًا. خلّصت كده الناحيتين وبدأت كده أعمل الناحيتين التانيين. عايزة أقول لكم في التسريحة سايبة 3 نواحي كده ما عملتش فيهم حاجة، سايباهم سادة زي ما أنتم شايفين كده، والناحية بس اللي هي اللي برّه يعني عملت لها كده مستطيل، والمستطيل اللي هو اللي بره ده الوش الجهادي هو اللي انا عملته، يعني عملت لها في الشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. فهو مستطيل زي ما هو كده بالظبط، بس ان انا شكلت الحتة اللي قدام بس كده، عملت لها منظر حلو وفي نفس الوقت عشان تليق على التسريحة ويبقى شكلها حلو. تمام. في الوقت ده كان التليفون وقع مني وانا بصور، فيلا كملنا تاني. شايفين بالظبط ماشية على الحروف ازاي على القلم بالظبط؟ شايفين؟ يلا شجعوني كده، هتشجعوني ازاي؟ هتحطوا اللايك حلو كده من ايديكم، وكمان تعليق حلو كده تصلوا بيه على رسول الله، وكمان تقولي لي كده في اي في تعليق حلو منك عايزين ان شاء الله انزل لكم فيديوهات ايه او افكار تقولوا لي عليها. ان شاء الله هتلاقوني معاكم على طول. ف حطي بقى كده اللايك اللي بيشجعني، لان بصراحة يعني مش عارفة، حاسة ان انا اللي بشجع نفسي على القناة كل شوية كده يعني احاول انزل فيديوهات وارجع تاني في كلامي من قلة المشاهدات ومن قلة اللايكات ومفيش يعني شايفين، حاسة ان اليوتيوب ظالم جدا معايا، مش عارفة ليه. ما فيش خالص انه بيقترح الفيديوهات بتاعتي، ما بتطلعش على على صفحة على الصفحة الرئيسية. فاهمين انتوا في حاسة ان في ظلم كده من اليوتيوب، مش عارفة احنا اللي غلط ولا هو اللي غلط ولا ايه بالظبط. فبصراحة ده احبطني كده يعني جدا، ما فيش كده تفاعل معايا، فحاسة اني بكلم نفسي على القناة اصلا. يعني انتوا عارفين حتى لو بحس ان انا بفيدكم او حد بيرد عليا كده، حاسة ان انا عايشة في صحراء بكلم نفسي في صحراء، مش عارفة. فمش عارفة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فيمكن خير ليا إن أنا ان قناتي ما تظهرش قوي او تتشهر قوي او يمكن ماليش منها نصيب قوي، بس مش عارفه ليه بحبط ساعات كده بيجيلي. فاهمين انتوا حاجه من الاحباط كده بس برجع تاني واقول لا، طالما حد بيستفاد مني ولو واحد بس كده بيشجعني وبيديني وبيحط لي كده تعليق حلو او شايفين بيستفاد مني حاجه بسيطه، لا برجع تاني اعيد حساباتي وعلى طول برجع للقناه. و كمان اخواتي وحبايبي كلهم على القناة، ربنا يبارك لي فيكم يا رب، وطبعا ان شاء الله مكملين معاكم، وربنا يقدرني واقدر افيدكم ولو بمعلومة بسيطة. فان شاء الله انتظروني في فيديو جديد. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، عملت لاختي المفارش اللي انتوا شايفينها دي، بدل ما اشتري مفارش غاليه لا اشتري انت القماش اللي يعجبك، ومش لازم على فكره القماش الفرو، اشتري انت اي قماش انت تحبيه ينفع مفارش سفره يعني او مفارش انتريه او يعني فاهمين اي مفارش. بدل ما تروحي تشتري بقى حاجه غاليه لا حاجه اقتصاديه كده، انت تشتري انت على كيفك وعلى مزاجك واللون اللي انت عايزاه وكمان الخامه اللي انت عايزاها، وابدأي كده شكلي على مزاجك أجمل مفارش في بيتك. بتمنى الفيديو يعجبكم، بتمنى تستمتعوا بمشاهدة الفيديو للنهاية. بتمنى كده لو مش مشتركة معايا تنزلي تشتركي وتنوريني وتشجعيني كده، طبعا هيزيدني شرف، كلكم اخوات ليا في الله. آه، هتشجعوني طبعا وهتنوروني في قناتي. وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص. آه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دول كانوا المفارش بتاعتنا. ان شاء الله اسيبكم في رعاية الله، واستنوني بإذن الله في فيديوهات تانية كتير بإذن الله. خلاص كده صلوا على الحبيب المصطفى. وأخيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، في حفظ الله ورعايته. أسيبكم بقى مع المفارش بعد كده ما خلصتها ونفضتها، شايفين الهوا عامل ازاي؟ كان جميل جدا. نفضي كويس جدا 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 من اي فرو فيه، وخلاص كده المفرش معاكي زي الفل، غسيل وفرش، ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين عامل ازاي؟ طبعا انا بدلت معاها لان انا عندي ال5 مفارش بتوعي لونهم
سكري، وهي طبعا الاربعة بتوعها لونهم كشمير فاتح، فبدلت معاها كده بمفرشين وهي خدت مفرشين. تمام، او بمفرش صغير وهي خدت مفرش صغير، المهم كده بدلنا مع بعض، بقى هي معاها اللونين وانا كمان معايا اللونين. شايفين؟ يلا قومي ما تكسليش وما تشتريش، هاتي واعملي في ايدك بحاجة بسيطة جدا، مقص وكمان قلم.